مش ساعات كتير كده بتكون بتتعامل مع ناس وتلاقيهم يقولولك خليك يا عم في عالمك الداخلي ده، خليك في اوهامك، صح؟ الله، هو في عالم داخلي وعالم خارجي؟ طب الخارجي احنا عارفينه، الداخلي ده ايه بقى؟ العالم الداخلي ده بقى عبارة عن حب وحنان وعطف، مواقف جميلة زمان، دفى. ايه ده معقول؟ لا مش معقول. في كمان وحوش وطباع وليل ملهوش اخر وغلب وغباء وحيرة وضعف وكره وضيقة. الله، في ايه؟ انت عايز ايه؟ هقولك اهو، ما تستعجلش بس خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ناصر وأنت بتتفرج على برنامج قطرة من كتاب، وده الجزء الثالث من كتاب الخروج عن النص للدكتور محمد طه. والكاتب بيقول إن أي حد بتعمل معاه علاقة، يعني بيدور ما بينك وما بينه حوار صداقة وكده، يعني بيسيب حتة منه جواك بتفضل معاك وملازماك طول العمر تقريبا. طب إيه المشكلة؟ ولا حاجة. الكاتب بيقولك إنك ممكن تكون بتظلمه في أوقات كتير لو ما بتعملش للناس دي تحديث داخل عقلك. بمعنى لو حد كان وهو صغير بيتعامل بقسوة وشدة وعنف، بنسبة كبيرة جدا هيعامل أولاده بنفس الطريقة. طب لو حد ما كانش كويس معاك ودلوقتي اتغير بقى حد كويس، لو ما غيرتش فكرتك عن الناس دي بقى يبقى كده بتظلم الناس دي طبعا. والعكس، لو حد كان كويس جدا معاك واتغير ما بقاش كويس، لو ما عملتلوش برضك ابديت وتحديث هتظلمه وتظلم نفسك برضو، علشان الناس دي عندك ليهم نسخة قديمة ما حدثتهاش. طب لو ما عملتش كده تحديث، يعني هيكون عالمك الداخلي كله مليان صراعات مع اشياء ما بقتش موجودة، عبارة عن اوهام داخل عقلك، وحضرتك هتكون اقرب للاكتئاب والحالة المزاجية السيئة باستمرار. الخلاصة هنا، دور على علاقة مع حد كويس، علاقة تلاقي نفسك فيها، علاقة صداقة، أخوة، علاقة طيبة. المهم انك تلاقي نفسك ويوصلك من خلالها حب حقيقي بجد. خلينا متفقين ان الخروج عن النص ده شيء جميل. النص المرسوم ليك بيكون عبارة عن أفكار أبوك وأمك ومعتقداته والعيلة، الحاجات اللي بيحبوها، البيت بتاعكم عايز تطلع ايه. كل ده نص فضل مرسوم ليك خلال فترة مش قليلة. الفترة دي ممكن تكون من قبل اصلا ما تتولد، من ساعة ما ابوك كان خاطب امك مثلا، او من ساعة ما جدك كان متجوز جدتك، فتلاقي نص مرسوم ليك انت مالكش اي ذنب فيه. عايزين يطلعوك ايه، عايزين يخلوك ايه، ولكن في الغالب هتكون عادي، بتشتغل وبتاكل وبتشرب وبتنام. في الغالب الطفل الصغير ده بيكون مشوه، طالع مسخ من أطفال تانية كتير، بيسمع الكلام وشاطر ومؤدب وبيقعد ساكت. كل ده تشويه لنفسية كانت ممكن تشقلب حال أمة كاملة لو تربت وما تشوهتش. الأب والأم مسؤولين، والمجتمع مسؤول، وكلنا مسؤولين عن الحالة اللي وصلنا ليها دلوقتي. خليك فاكر إنك كائن حر مسؤول. إنك تخرج عن النص ده محتاج مخاطر وأمل، وإنك تصدق نفسك شوية. صدق إن ربنا بإيده كل شيء، صدق إن هو الرزاق ومالك الملك، صدق إنك تاخد بالسبب وبس وتسيب الباقي عليه هو، بس خلي جواك أمل. المخاطر صعبة جدا، حاول من وقت للتاني تجرب، لأن فكرة يا ابن اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش والتخويف، سواء بطريقة دينية أو علشان حياتك والمادة والفلوس ما تخسرهاش، صعب، محتاجة تدريب كتير. الخوف مشاعر والحب برضو مشاعر. خلي عندك حب للحياة، بمعنى احنا جايين علشان نصنع فارق، والفرق ده مش هيتصنع بالخوف، بالعكس الحب بيصنع المعجزات فعلا. حب الأب، حب الأم، حب الصديق، حب ربنا، حب الأولاد. لأن غير كده توتر وقلق وخوف، كل أفكار الكتب هي عبارة عن تدريب. مفيش عصا موسى، مفيش زرار تدوس عليه كل شيء يتغير. لو مش بتعرف تحب، اتدرب تحب ازاي. لكن وانت بتتدرب حب من القلب. جرب مرة هتحس إحساس عظيم جدا. كلنا بنحب إننا نكون متشافين، حد يقولك الله ينور، جميلة التسريحة دي يا دكتورة رواء، ايه الجنتالة دي يا مهندس. صعبة أنا عارف،
لكن اتدرب عليها. في مصر عندنا احنا محطوطين في مفرمة، مفيش وقت للتفكير، شغل ونكد في البيت ومشاكل. وبسبب ده في رمضان 2014 في اعلان اسمه اعلان الاسامي، كانت عاملاه شركة حاجة ساقعة بيبسي يعني. كان الاعلان ده عبارة عن اسمك بيتردد او انت بتسمعه. تخيل كده لما مجموعة تناديك وتقولك على اسمك، تخيل كده لما حد يفضل يردد اسمك، تقريبا هتحس ان انت متشاف. كلنا عندنا الاحساس ده، كل واحد بيحب يتنادى باسمه، كل حد عايز يقول للبشرية انا هنا. من اول الطفل لما بيعيط ويخبط، لحد البنت اللي حاطه ميك اب ولابسه الوان واشكال، لحد الراجل اللي ماشي يستعرض عضلاته، كل ده عايز يقول انا موجود. انا عارف ان غصب عنك بتفكر وعايز حياتك تتغير وتحس بفرق. لازم تحسس اللي قدامك، زوج، اب، ام، اخ، اولاد، ان هم الاول موجودين ومهمين. عارف انه صعب وصعب تداوم عليه، لكن لو ما عملتش كده هتدفع انت تمن غالي قوي. طب لو محدش شافك، ما تتكسفش انك تقول ايه مش شايف الامر ده، ايه مفيش حاجة لفتت انتباهك. خرج اللي جواك وحس بنفسك بدون استعلاء، بدون تكبر، وبدون طريقة مش لطيفة، لان غير كده برضو تمنه غالي عليك. وفي النهاية حاول مرة واتنين وتلاتة وما تفقدش الامل، وربنا معاك. لو عجبك الفيديو، وان شاء الله هيعجبك، دوس لايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.